السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. بإقليم شيشاوا الدرك الملكي يفك لغز جريمة قتل بشعة ضحيتها طفل قاصر. نجح الدرك الملكي بشيشاوا وفي وقت قياسي في فك لغز جريمة قتل بشعة شهدها نهاية الأسبوع الماضي محيط مركز جماعة سيدي المختار التابعة للإقليم. وكشفت ذات المصادر أن الضحية البالغ من العمر 12 سنة والقاطن بحي الزاوية بجامعة سيدي المختار اختفى عن منزله منذ السبت، وانتشرت صوره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والصفحات المحلية قبل أن يعثر عليه مدرجا في دمائه وعلامات ضرب بارزة على رأسه قرب ضيعة فلاحية بمحاذاة حي الإنارة بالقرب من منزل أسرته. وعلى الفور تحركت عناصر المركز الترابي لسيدي المختار والمركز القضائي بشيشاوا بإشراف مباشر من قائد سرية الإقليم، وفتحت تحقيقا في الموضوع. وبعد جمع المعطيات المتوفرة تم التوصل إلى الجاني، وهو شاب يافع يبلغ من العمر 17 سنة يعمل في إحدى ورشات الحدادة المحاذية لورشة عمل الضحية، وقد دخل في خلاف معه ما دفعه إلى توجيه ضربة قوية للطفل من الخلف بواسطة حجر أردته حالا قتيلا. تجدر الإشارة إلى أن المتهم اعترف للمحققين بمسؤولية عن الجريمة وبكل تفاصيلها، ليتم اقتياده إلى مركز درك سيدي المختار لاستكمال باقي إجراءات التحقيق في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.